أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في ناس حياتها كلها عبارة عن بدايات جديدة، كل ما يحاولوا يقفوا على رجليهم حاجة تحصل تهد كل اللي بنوه. كل ما يبدأوا من نقطة صفر يتمنوا المرة دي تكون مختلفة، بس بيلاقوا نفسهم راجعين تاني لنفس الدايرة. بيوصلوا في الآخر إن هم يقولوا أنا تعبت من إني دايما ببدأ من جديد. نهى كانت كل مرة بتحاول تعمل لنفسها بداية، وكل مرة كان بيحصل ظرف يخليها تبدأ من الأول. الشركة تقفل، مدير بيستغلها، مرتب ما بيكفيش، وحتى حياتها الشخصية كمان. جربت تبدأ علاقة وتفشل، ترجع تلملم نفسها وتقول المرة الجاية هتكون أحسن، لكنها اكتشفت إن الاستنزاف مش في البداية نفسها. الاستنزاف في إنها بتبذل روحها وطاقتها في كل مرة وتخسر كتير قبل ما تقف على رجليها. وبقت تسأل نفسها، هو أنا ضعيفة ولا دي سنة حياتي؟ الإحساس بالتعب من البدايات الجديدة طبيعي جدا، لأن العقل البشري بيحب الاستقرار، بيحب يحس إنه ماشي لقدام، مش بيرجع ويدور على نفس النقطة. لكن الحقيقة إن كل بداية جديدة مش خسارة، هي خبرة مضافة. يمكن الألم بيخلي الصورة مش واضحة، بس كل مرة بتبدأ فيها أنت مش نفس الشخص اللي كان موجود زمان. أنت دلوقتي عندك وعي أكبر، عندك قوة أكتر، عندك خبرات خلتك تشوف الحياة بشكل مختلف. لو أنت أو أنت حاسس إنك تعبت من كتر البدايات الجديدة، خد نفس عميق. يمكن البداية اللي جاية دي تكون مش مجرد بداية، تكون الانطلاقة اللي طول عمرك مستنيها. ما تستعجلش النتيجة، وافتكر إنك كل مرة بتبدأ أنت بتبني قصة هتكون في يوم مصدر إلهام لغيرك. سؤال حلقتنا النهاردة، قولولي إيه أكتر بداية جديدة في حياتكم حسيتوا معاها إنكم خلاص مش قادرين تكملوا؟ شاركوني في التعليقات أو بعتولي رسائل، عشان لما بنحكي بنعرف إننا مش لوحدنا. كنت معاكم أنا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بنحاول فيه نلاقي نفسنا وسط كل الحكايات. استنوني كل يوم سبت واثنين واربع الساعة 6 مساء على اليوتيوب، وخليكم فاكرين سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.